السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الشيش طاووق بتتبيلة سهلة جدا وبسيطة وتستاهل حلو جدا، هتعجبكم. هنعمل معاها شوية رز مبهر وبطاطس وسلطة. دي فراخ وراك مخلية، مغسولة ومتقطعة ومنقوعة. ده معانا نص فنجان زيت، عصير ليمونتين، 5 فصوص توم، طماطمايه وكوبايه زبادي، وتوابل ملح فلفل بابريكا كزبره زنجبيل حبهان قرفه. هنحط الطماطم والثوم والعصير الليمون والزيت. التتبيله دي يا جماعه مفيهاش بصل خالص، هتعجبكم جدا جدا. وهنحط التوابل وهننزل بالزبادي وهنضربهم كويس في الكبة لحد ما ينعموا تماما. يبقى تاني التوابل ملح فلفل بابريكا كزبرة ناشفة قرفة زنجبيل وحبهان بودر. هنضرب بقى لحد ما الخليط ده ينعم تماما، وهننزل بيه على الفراخ ونبيتها في التتبيلة دي ليلة كاملة. نغطيها بقى بستريتش وندخلها التلاجة تبات ليلة كاملة. نتبل بقى القطع الفراخ كلها تبقى متشربة من التتبيلة الجميلة دي قوي، تتبيلة حلوة جدا. ونقلب كويس وندخلها على التلاجة. تاني يوم تحضري بقى، انا مش هشوي على شواية ولا حاجة، اسهل كده. ده صاج الفرن، غلفته بورق الفويل واحط عليه الشبكة، وهجيب عصيان الشيش طاووق، واحط بقى واحدة بصل كده. انا مقطعة بصل وجزر وفلفل وطماطم. لو عندك طماطم شيري يبقى خير وبركة، بس ما كانش عندي قطعت الطماطم اربع تربع كده وبس. يبقى هنحط شريحة بصل، وفوقيها قطعة لحمة او سوري او قطعة فراخ، وفوقيها برضو شريحة فلفل والجزر، وهكذا لحد ما نخلص الكمية. الخضار ده يا جماعة المشوي بيبقى التست بتاعه حلو قوي، وبيدي للفراخ برضو تست جميل جدا جدا مع الرز بقى والسلطة اللي هنعمل سلطة الزبادي وسلطة الطحينة. بتبقى أكلة حلوة جدا. هنفضل نعمل على نفس الترتيب ده كده. البصل وفوقيه على طول الفراخ، بفضل احط فوق البصل على طول الفراخ، وبعدين الفلفل، وبعدين الجزر، ودينا هنقفل بطماطمايه. وبقى بالشكل ده هعمل معاكم واحدة كمان، وبعدين هكمل الباقي مع نفسي بقى. تقدري تشويه على الشواية، تقدري تحطيه زي ما انا ما هعمله كده. انا بشويه على الشوايه، بس قلت اجرب. كنت مكسله يوميها ومش عايز اطلع الشوايه واعمل دخان والكلام ده كله، فقلت احطه في الفرن. بصراحه ربنا طلع تحفه، طلع مستوي برضو جميل جدا. وعشان ادي ريحه الفحم كنت مولعه فحمه وحطيتها في الصاج اللي متغلف بالفويل ده بمعلقه زيت، وقفلت عليه الفرن. كان مش عايزه اقول لكم حكايه، اكنك عاملاه على الفحم بالظبط. حتى الرز برضو اما اعمله هوريكم هنعمله ازاي، وهحط فيه برضو فحمايه. تجربه جديده كده، حد حبيبي قال لي عليها وطلعت حلوه جدا جدا جدا. الرز طلع واخد نكهه الفحم وحلو قوي. اهو هنعمل بقى كده. خلصت التانية دي، وهقفل بقى برضو بالطماطمايه، وهكمل الباقي بقى وارجع لكم عشان نكمل بقيه الوجبه بتاعتنا النهارده. هقفل بالطماطمايه اهي. اهو شكله جميل وهو ني، الالوان وامتزاج الالوان مع بعضها حلو قوي. الصوص بقى بتاع التتبيله بالفرشه كده، وهنزل على الخضار وعلى الفراخ برضو بالشكل ده، عشان الخضار يبقى متطعم من نفس التتبيله كده. وهدخله الفرن على فرن عالي، ويكون قريب الاول يكون قريب من الفرن من تحت، وبعد شويه
هحط الصاج ده في النص واشغل الشوايه. يلا نعمل الرز ده. معلقتين سمن بلدي، عليهم عودين قرفة خشب، وعليهم 3 ليمون مجفف، ومعلقة كركم. هقلبهم كده مع بعض لحد ما ريحة التوابل كده تتفاعل مع الحرارة. وهنزل بالرز، رز بسمتي، رز مصري، الموجود عندك اهو، كله بقى غالي دلوقتي. وانزل احط بقى عليها برضو ورقتين لورا واقلب. انا عن نفسي عاملاه برز مصري. الرز المصري بقى بنفس سعر الرز البسمتي ايام زمان. المهم هقلب الرز بقى مع التوابل الجميلة دي لحد ما الرز يسخن. وبعدين هنزل عليه بقى بالمية مغلية من الكتل او شوربة حسب المتاح عندك. انا ما كانش عندي يوميها شوربة، بس كمية التوابل دي هتديكي برضو تست حلو، هتغنيكي عن المرقة. اهو حطيت الرز هغطيه بقى كده، سوري، حطيت المية اللي بتغلي واغطيه بالميه بالشكل ده. واول ما اول ما يبدا يتشرب يكون فيه شويه ميه صغيرين، اوطي عليه خالص وانزل واحط تحتيه الشياطه. هنعمل بقى كده على ما الرز يتشرب كوبايه زبادي كده، طبق زبادي حلو، سلطه زبادي. هنزل بكوبايه زبادي، وده شويه خيار كده مقطعهم رفيع قوي، معلقه صغيره توم، وبعدين احط شويه ملح وكمون، مش اكتر من كده، ونعناع. بس انا نسيت، بس انا ساعة ما كنت بحط النعناع للأسف الكاميرا كانت فاصلة. يبقى النعناع والكمون، انا كنت نسيت احط النعناع بس حطيته قبل ما احط الخيار. كانت الكاميرا فاصلة مني. هنزل بقى بالخيار بالشكل ده. هي وكده عملنا سلطة الزبادي جميلة. يبقى سلطة الزبادي كوباية زبادي، عليها نص معلقة توم صغيرة، ملح، كمون، نعناع، وبعدين نقلبهم كويس في بعض. وبعدين ننزل بشوية خيار متقطعين رفيع قوي. جميلة جدا يا جماعة، بتبقى لايقة جدا جدا مع الشيش طاووق. وهنعمل برضو، وعملت برضو شوية طحينة سهلة، كل الناس بتعرف تعمل الطحينة. والرز بصوا بقى خلص واتشرب. جبت ورقة فويل وحطيت فيها فحماية، وانزل بمعلقة زيت او سمنة واكتم بقى. وكولي رز حكاية، رز حلو جدا جدا جدا. جربوا يا جماعة الطريقة دي. اهو بصوا، هطلع بقى الشيش طاووق بالشكل ده، وحطيت فيه فحماية تحتيه، وقفلت عليه. اهو ده الشكل النهائي، شكله طالع جميل، وهو كان طعمه جميل جدا جدا. وحمرنا شوية بطاطس وترشي والرز اهو طالع جميل برضو. رز المدخن بالفحم ده تحفة. طحينة، سلطة زبادي، أكلة كانت جميلة جدا وشكلها حلو في نفس الوقت. تنفعك برضو في العزومات، بتبقى شيك برضو، هي محطوطة على السفرة. جربي شيش الطاووق بطريقتي وبتتبيلتي، تتبيلة حلوة جدا جدا. كل اللي دقها أعجب بيها. تتبيلة جميلة خفيفة، مفيهاش بصل خالص. بصوا بقى، هناخد واحدة كده، وعلى رغيف عيش شامي، وشوية بقدونس تحتها، وجميل جميل. بصوا كانت أكلة حلوة، هتتاكل بفينو بعيش مع الرز. كانت حلوة جدا. جربوا الشيش طاووق بطريقتي. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.